سكان المنطقة الجنوبية لبلدية الشرف، ورفع بعض الانشغالات لبلدية الشرف. بدء أعرف بنفسي السيد ميهود المفتاح، عضو المجلس الشعبي البلدي عن حزب جبهة المستقبل، يعني اللي كان أفرزنا الصندوق في انتخابات لسنة 2021 نوفمبر 2021. كان الحزب نتاعنا يعني تحصل على 3 مقاعد، ولكن نتأسف أنه أثناء تشكيل الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي تم إقصائنا، وهذا الشيء يعني لم يثني عزيمتنا، وكنا جئنا من أجل الشرف وزكينا تشكيلة المجلس الشعبي البلدي يعني بكل أريحية، وقعدنا نخدموا هذه الفترة لمدة 20 شهرا يعني للصالح العام، لصالح بلدية الشرف. ولكن ما لاحظناه من خلال هذا التسيير لهذه المدة وهذه الفترة، هناك بعض النقائص وهناك بعض الاختلالات، سواء على مستوى تسيير المجلس الشعبي البلدي أو في إنماء المنطقة البلدية ككل، أو المنطقة هذه الجنوبية اللي هي منطقة يعني محرومة منذ تقريبا نقول منذ الاستقلال، منذ 62. يعني هذه منطقة شاسعة تقريبا تمثل ثلثي مساحة بلدية الشرف. ولكن نتأسف بالرغم من أنه السيد رئيس الجمهورية كان يلح على تثبيت ساكنة مناطق الظل، يعني كما يقولوا يعني تهيئة الظروف لتثبيت السكان في هذه المناطق، سواء تعبيد الطرق الريفية أو يعني حفر الآبار الارتوازية للمسالك الريفية، السكنات الريفية، دعم هذه المناطق. لكن احنا على مستوى المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشرف نلاحظ أن هذه الجهة يعني لم تأخذ حقها من التنمية، حتى وكان بعض المشاريع مثلا آبار ارتوازية، بئر منطقة قريقر، بئر منطقة القعادي، ولكن هذا البئر يعني كان سلبي تاع منطقة القعادي، تم حفره يعني تقريبا بحوالي 2 مليار سنتيم. ولكن نتأسف أنه هذا البئر يعني كان خرج سلبي وتم تجهيزه بعد ذلك، ونتساءل هنا على هذا المشروع اللي كان سلبي، المفروض كان يفك يعني هذه الساكنة كان يروي الظمأ نتاعهم أو العطش نتاعهم، لكن نتأسف أنه خرج هذا البئر سلبي. وكاين مناطق مثلا منطقة أقطية اللي بها قاعة علاج كانت لمدة ما يفوق 5 سنوات أو 6 سنوات، ولكن اليوم الحمد لله أنها تجهزت وتم تعيين الممرض على مستوى العيادة، وتم تخصيص قسمين هما في طور الإنجاز. لكن هذه المنطقة راها تعاني العطش والظمأ للأفراد وكذا للمواشي نتاعها. هذه المنطقة راها تعاني العطش بالرغم من أنه يوجد بئر للمنطقة السياحية قطية، بئر يعني عادي أو عين كما نقولوا تقليدية، لكن لم يتم تجهيزها أو يتم تسخيرها لهذه الساكنة. تم إنشاء يعني بئر كذلك بمنطقة قريقر، إلا أنه التجهيز نتاعو بالطاقة الشمسية غير كافي، لأن الطاقة الشمسية تعتمد على الشمس، لهذا ينتظر الساكنة حتى 10 صباحا باه يقدروا يسقوا، والرابعة مساء ينتهي السقي. يعني ما يكفيش الساكنة كاملة هذه تاع منطقة أقطية، منطقة قريقر، منطقة الركابة، منطقة القعادي، هذم كاملين القطار، هذم كاملين راهم يروحوا لهذا البئر، لأنه بئر القعادي لم يعد في الخدمة، بالتالي معناه ما كفاش الساكنة. زيادة على ذلك الناس تعاني من المسالك الريفية، حتى الدولة ولله الحمد يعني من خلال المجلس الشعبي البلدي ثاني باه الإنسان يكون عادل ويعطي الناس حقهم، أنه المجلس الشعبي البلدي كان عن طريق الغابات فك العزلة بالنسبة للمنطقة هذه يعني تم تخصيص مسلك ريفي منطقة الركابة يعني تكلفت بها الغابات، وكاين مسلك ريفي ثاني لمنطقة أرزيز تكلفت بها الغابات، وكاين الناس تعاني من باقي المسالك الريفية. كاين مسلك ريفي اللي هو يربط طريق الرابط ما بين بلدية الشرف وبلدية بن يعقوب بمنطقة جعران، لكنه لم يكتمل في شطره الرابط بين من القطار حتى لجهة القفاء وجهة بغية النعام.
وكنت كعضو مجلس الشعب البلدي يعني في الدراسه وفي الاقتراحات السابقه كنت اقترحت هذا الطريق وهذه المسالك لهذه الجهه وغيرها، ولكن نتاسف انها لم تبرمج او لم تكون هناك اذان صاغيه لما قلناه. لا ندري هذا لا هو تهميش او اقصاء او لا نعلم الخلفيات في هذا. اما المناطق بالنسبه لمنطقه القفاء ومنطقه قليب الطير، الناس راهم يعانوا العطش والجهه ككل راهم يعانوا العطش كما مدينه الشرف في حد ذاتها. عندنا عندنا بئر عميق واحد اللي راه يغطي في الاحتياجات تاع البلديه، وثانيا هنا في المدينه رانا نعانوا العطش. هناك مجهودات تقوم بها الدوله، هناك مبالغ ترصد فيها الدوله، لكن كاين بعض الاختلالات في التسيير على مستوى المجلس الشعبي البلدي. كاين بعض الاختلالات احنا حاولنا دائما ان نداركوها ولكن لا نجد الاذان الصاغيه. احنا ماذا بينا هذه المناطق الجنوبيه تاخذ حقها مثل باقي مناطق الوطن، لانه رئيس الجمهوريه ياكد على تثبيت الساكنه في مناطق الظل. مناطق الظل هذو مش يحتاجوا، كاين 3 حوايج اساسيه يحتاجوها. اولا تعبيد المسالك الريفيه، ثانيا الابار الارتوازيه، ثالثا هي يعني النقل المدرسي او المدارس او نقولوا الاقسام. احنا الحمد لله راه كاين مشاريع اقسام لهذه المناطق. عندنا اقسام في قريقر، عندنا اقسام في قطيه، عندنا اقسام في القعادي، عندنا اقسام في قليب الطير، عندنا اقسام في القفاء. لكن مدرسه القفاء رغم يعني فيها تم تخصيص مبالغ كبيره انها لم تنطلق، والساكنه راهم يلحوا على هذه الاقسام انها تنطلق يعني ويفرحوا بها ويكونوا اولادهم ثم قريب، لانهم راهم يعانوا النقله نتاعهم من الادريسيه او للدويس، يعني في مناطق معزوله نوعا ما، مناطق معزوله، ويحتاجوا كذلك الكهرباء الريفيه اللي راها تأرق. هذا المشكل اللي راه يأرق الساكنه. يعني لما نشوفوا المنطقه المجاوره او البلديه المجاوره، يعني في الحدود ما بين الشارف وبلديه بن يعقوب، تلقى الساكن بينه وبين اخيه بالك 200 متر او 300 متر، الساكن هذاك مغطى بالكهرباء، بينما الشارف هذه المنطقه ما كانش عمود كهربائي واحد لحد الساعه ما كانش عمود كهربائي واحد. هناك تعهدات والتزامات بانه كاين مشاريع تاع كهرباء في جهه القفا وقليب الطير. نتمنى ان شاء الله في القريب العاجل انها هذه المشاريع تجسد على ارض الواقع.